يا مساء الجمال واللحظات الرايقة. معاكم نبيلة، والنهاردة مش جايين نحل مشاكل العالم، احنا جايين نغوص في اللحظة اللي بنعيشها مع نفسنا. سألتوا نفسكم قبل كده هو أنا فعلا شخص مستقل وبحب خصوصيتي، ولا أنا بدأت أنسحب من الدنيا وأقفل على نفسي الباب وأسميها استقلالية؟ في 2026 الترند بقى أنا ونفسي وبس، أنا مش محتاج حد، البعد عن الناس غنيمة. الكلام ده شيك قوي في البوستات، بس في الحقيقة احنا كبشر اتخلقنا عشان نتونس ببعض. الاستقلال يا جماعة ان يكون عندك قرار كيانك وفلوسك، انك تقدر تقف على رجلك لوحدك. لكن العزلة هي انك تخاف تقرب من حد عشان ما تتوجعش، تختار تعيش في بير لوحدك وتسميه حرية. يا بنات يا شباب، في شعرة رفيعة بين الاعتماد على النفس وبين الجفا. الاستقلال بيخليك قوي وانت وسط الناس، لكن العزلة بتخليك هاش وانت لوحدك. الحرية مش معناها انك تقطع خيوطك مع الدنيا، الحرية انك تختار الخيوط اللي تناسبك وتضيف لروحك. ليكم مستقلين بجد، واثقين في خطواتكم، بس سيبوا في قلوبكم شباك مفتوح للناس اللي شبهكم. الدنيا لسه فيها لحظات تستاهل تتعيش. دي كانت فضفضة النهاردة، استنوني في لحظة جديدة، مستنية اسراركم في فقرة سرك في بير. دمتم في عمق اللحظات.